عايزين نسأل سؤال كمشجعين للنادي الأهلي. فين إدارة النادي الأهلي الفاشلة اللي مش عارفة تعمل أي حاجة؟ أما يطلعوا شوية هجاصين على قناة الزمالك الكوميديا البليلية كل يوم، مفيش كلام غير على النادي الأهلي، واخدينه محتوى في القناة. واحنا النادي الاهلي عندنا قناة مش عارفين نتكلم على الناس ديت. والناس يا جماعة اللي في نادي الزمالك اللي هي على القناة وياضيو بيعملوا فتنة ما بين جماهير مصر كلها. فانت يا عم يا كابتن يا خطيب، انت تعبان، الف سلام عليك، قدم استقالة وتدخل ناس تانية. ده عبث كروي اللي بيحصل من نادي الزمالك في القناة بتاعته. ما بيتكلموش اللي غير على الاهلي يا جماعة. ده اصل معرفش النادي يا اخي انت مالك؟ ما تخليك في ناديك الفاشل زيك اللي عليه 14 قضية ايقاف قيد يا فشلة. وجاليليو معرفش مين جاية اللي بتاخد اللبوس بالنبلة، انت واللي جايبك في النادي. والله العظيم نادي الزمالك نادي عيه. يقول لك احنا اللي مشرفين مصر. مشرف مصر مين يا معفي؟ ده قناة، ده البطولة اللي انت بتلعب فيه ملاك الشباب. والسنة اللي فاتت او اللي قبل احنا ضد الحكام المصريين، جه الاهلي طلب حكام اجانب قلت لا. انت بس شغال مع ابو يومد اللي هو بايه سبوباته حلوة ليك، ابو وجبة و200 جنيه. حد اتكلم عن بيراميدز لما جه خد منك ناصر ماهي؟ محدش جه اتكلم. سيبك بقى من الاسطوره ومش عارف مين يا جماعه خلوكم في قناتكم وخلوكم في نادوكم الفاشل زيكم اللي انتوا ما انتوش عارفين تعملوا اي حاجه. كل لما نفتح يا جماعه بس يعني مثلا السوشيال ميديا او التلفزيون، اي حاجه الاهلي سواء يتكلموا مباشر او غير مباشر. واما الاهلي بيدع لك على جفاك ما بتتكلمش.